وتدافع عن شعبك وتتحمل مسؤوليتك. وزير ما عندوش قرار يروح، وزير ما جابش مشروع يروح. البلوط والحديد شبعنا منه. صحيح دخلنا في مرحلة بناء دولة جديدة فيها مؤسسات، فيها ديمقراطية، فيها نقابات، فيها حقوق. يا اما حقنا والا ديجاز بالصوت العالي. تونس ولادة فيها طاقات، لازم تشد الداخلية والدفاع، ولازم تسوق الطيارة وتسوق البطو. ما هوش حكرا على فلان وعلان. ما ثمش توريث في تونس. مشاكل حزبك حلها في دارك. احنا هنا عندنا مشاكل شعب يجوع، وعندنا مشاكل حقيقية، تهديد امني واستراتيجي، واولادنا يموتوا في الصقع. والناس تعرف ولاد الشعب اللي هما قاعدين يموتوا من الامنيين هم ولاد الشعب. الظلم يا استحقاق يا عصابة الضراب. اليوم نحن واقفين في الشارع لأن نعتبر أن الشارع هو الحل الوحيد لحلال المشاكل القائمة ولفرض الحلول الصحيحة على الحكومة. اليوم نحن حياتنا كاملة في الشارع لأن نعتبر أن الحاكم يبقى ديما حاكم ظالم إذا كان ما ثماش رقابة حقيقية عليه. احنا اليوم ديما في الشارع لأن نعتبر أن جماهير شعبنا هي اللي تجيب الحل الصحيح لقضاياها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. نحن اليوم في الشارع لأن نطالبوا بانتخابات مجالس جهوية ومجالس محلية ومجالس جهوية. نحن اليوم نطالبوا بالانتخابات بالإسراع بالانتخابات البلدية. نحن اليوم نقولوا أن الحكومة هذه اللي توجد ما هيش حكومة بتاع انتخابات، هي حكومة ترضيات. اليوم نقولوا أن سياستنا الخارجية خايبة ياسر وما عندناش وزراء سفراء في حجم مسؤولياتهم. اليوم نقولوا أن الاقتصاد معطل لأن الوزراء عطهم معطلين. بالله واحد مؤخر كيفاش ينجم يكون يتقدم؟ واحد وزير اسمه مؤخر كيفاش أن نواصل مواجهة الأشكال المهينة التي يمارسها الحكام علينا في كل وقت. ناخذ منها جلسة لأنها جلسة فلكلورية. اعلموا أنه وصوروا. وانا طالب قوات الامن انها تشهد وتدون انه نحن الوطنيين الخط الصحيح في البلاد هذه اللي ما يتعاملش مع الاجنبي، واللي يكون ثرواتنا نحطوا عليها ايدينا ونمكنوا شعبنا منها. طول امارنا نقوس خطر، طول امارنا ندفعوا في الرجال يموتوا في الجبال تحت الوصايات نتاع حزبين. اليوم انا الاوان لا حياد يا اما مع الشعب ومع الوطن والا مع الخيانه ومع صندوق النقد الدولي، لكننا دفعنا بعضنا في الاخر. وخلنا خائرين، ولذلك نحن نرفض أن نكون شهداء زور، نحن نرفض أن نكون قيادة في أي مكان. فنحن دائما على نفس المبدأ، على نفس النظام وعلى نفس الطريق.